طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استلوى معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. توسيع مدرسة دار السلام في كرم، دعوة لرعاية الأشجار المغروسة في ماي دمنت، جهود لتطوير التعليم في كركبة، كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات نادرة، الصين وتيمور الشرقية توقعان اتفاقات للتعاون الاقتصادي، انهيار 60 مبنى جراء الأمطار الغزيرة في كوبا. أهلا بكم من التفاصيل. وضع حاكم إقليم عنسب السفير عبد الله موسى حجر الأساس يوم 3 يونيو لتوسيع مدرسة دار السلام الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة كرن وحل نواقص البنية التحتية. ويشمل برنامج التوسيع مبنى من طابقين بدعم المجتمع يضم 8 فصول دراسية ومعمل ومكتبة ومكاتب معلمين. وأشاد مدير المدرسة الأستاذ محمود عثمان بمبادرة المجتمع ومساهمة إدارة المدينة ومكتب وزارة التعليم. أوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسب الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن الاستثمار في التعليم يتطلب مشاركة الجميع، داعيا لمساهمة كافة قطاعات المجتمع لسد حوجة البنية التحتية الرياضية وغيرها. وحث حاكم إقليم عنسب السفير عبد الله موسى المجتمع عامة والجهات المختصة لتعزيز المتابعة للعناية بالمباني التعليمية. وجه قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط دعوة لجميع المؤسسات والاتحادات لاتخاذ مسؤولية رعاية الأشجار المغروسة في ماي دمنت من عام 2021 في مساحة 38 هكتار لنمو 80% من الأشجار. وجه الدعوة ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في القسم السيد تصفوم مسفن خلال النفير الذي قام به أعضاء وزارة السياحة وخدمات الإصلاحيات يوم 3 يونيو لبناء المدرجات. وذكر عن قيام 19 مؤسسة واتحادات وطنية بإعداد 88 ألف حفرة تم قرصها بالأشجار عام 2021. وأكد منسق برنامج النفير على الاستعداد لإنجاح الحملة الخضراء برعاية شتول الأشجار ونموها بشكل جيد. وقام أعضاء هيئة إدارة جمعيات المناضلين بنفير مماثل يوم 4 يونيو في منطقة ماي دمنت. وأوضح المشرفون على النفير قرصهم أكثر من 4000 شجرة العام الماضي، وقد نما أكثر من 3000 منها، وسيعملون بقرص شتول الأشجار في الأراضي التي مهدوها مع بدء موسم الأمطار. دعا مسؤول التعليم في مديرية كركبة الأستاذ محمود إدريس الجهات الحكومية الشريكة وإدارات الضواحي وأولياء الأمور والمعلمين للعمل المنسق لتحسين العملية التعليمية ونتائج الطلاب. وقال أنه بالرغم من توسع انتشار المدارس فإن رفع عدد المشاركة وحل النواقص يحتاج إلى الجهد المشترك. وأشار إلى الجهود الفعالة الجارية لجلوس الطلاب في مقاعد التعليم من الذين فاتهم التعليم في السن المحدد. بجانبه دعا مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس دعا السكان للاستفادة من الفرص التعليمية التي أتاحتها الحكومة، مناديا إدارات الضواحي والأعيان لرفع المشاركة المتدنية في التعليم. وتوجد في مديرية كركبة 29 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة المتوسطة. أفاد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الإقليم الأوسط عن تنفيذ مهام فاعلة حول رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي والقدرات المهنية لعضواته. وأوضحت مسؤولة الخدمات القانونية في الفرع السيدة حرقو قبر مسكال أن الاتحاد فتح فرصا واسعة للمحتاجات بهدف رفع اقتصادهن. وأفادت بتغريد أكثر من 40 مليون نغفة ل14,000 امرأة على مستوى البلاد
كانت نسبة الربع منها في الإقليم الأوسط، وانشطنا المقترضات في المجالات الزراعية والتجارية وغيرها من المجالات. وقالت حول مصادر تأمين الاقتصاد المعيشي للمرأة أن الاتحاد قدم ولا زال يقدم دورات مهنية لأكثر من 633 محتاجة في 16 مديرية من مديريات الإقليم، تمثلت في التطريز وتصفيف الشعر وتربية النحل والعسل وأعمال الفخاريات وغيرها من الدورات المهنية. كما يقدم الفرع جوائز تشجيعية عينية للطالبات بهدف رفع مشاركتهن في مجال التعليم وتشجيع أيضا اللواتي حرمن من فرص التعليم بمختلف الأسباب لمواصلة تعليمهن بتوفير دعم عيني ومالي. في الختام قالت مسؤولة الخدمات القانونية في الفرع السيدة حرقو قبر مسكال أن الفرع يعمل في تنظيم لقاءات حول برامج تسهم في مساعدة المرأة إضافة إلى البرامج والدورات المنتظمة الهادفة. تخرجت 20 امرأة بعد دورة تدريبية حول تصميم وتطريز الملابس نظمتها الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا مواصلة للمساعي الجارية من أجل تحسين مستوى الحياة المعيشية والاقتصادية للمرأة. أوضحت منسقة مركز تخومبيا للتأهيل السيدة إلينا فليتشي أن الهدف من البرنامج هو رفع قدرات المرأة وفتح فرص عمل واسعة لها. وأشار مسؤول الكونفدرالية في إقليم القاشبرك السيد عبد الصالح إلى تنظيم دورات مماثلة مسبقا في حاضرة الإقليم مدينة بارنتو، مشيرا إلى أن المستفيدات من الدورة يعملن جاهدات لتطبيق المعلومات المكتسبة ورفع قدراتهن المهنية وتحسين حياتهن المعيشية. وذكرت مسؤولة قسم العاملات في الكونفدرالية السيدة دهاب مبرحتو أن الدورة هي مواصلة للبرامج الوطنية الجارية لرفع قدرات المرأة، موضحة تقديم دورات مماثلة وسيمينارات ل300 من المحتاجات كراعيات الأسر والمعاقات. وقالت ممثلة الخريجات أن الفرص التي أتاحتها الكونفدرالية في إقليم القاشبركة تدفع بقوة لتفعيل الجهود الجارية من أجل تحسين حياتهن المعيشية. السادة والسيدات إلى فاصل وما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قال جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا أول مناورات عسكرية مشتركة تشمل حاملة الطائرات الأمريكية منذ أكثر من 4 سنوات، وسط تقارير تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن التدريبات التي استمرت 3 أيام أجريت في المياه الدولية قبالة جزيرة أوكيناوا اليابانية، بما في ذلك عمليات الدفاع الجوي ومكافحة السفن والغواصات وعمليات الاعتراض البحري. جاءت التدريبات وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية لأول مرة منذ عام 2017. وقال مسؤولون في سيول أن بيونغ يانغ أجرت عدة تجارب بجهاز تفجير استعدادا لتفجيرها السابع تحت الأرض، وهذه هي أول مناورات عسكرية مشتركة للحلفاء منذ تولى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول منصبه الشهر الماضي. وقع وزير الخارجية الصيني وانغ يي سلسلة اتفاقات للتعاون الاقتصادي في تيمور الشرقية، ذلك في ختام جولة استمرت 10 أيام في دول جنوبية المحيط الهادي. وتضمنت الاتفاقات التي وقعها وانغ يي ونظيرته في تيمور الشرقية أدال جيزام ماغنوة في ديلي مشاريع تخص الزراعة والتعاون التقني والاقتصادي والشراكة بين وسائل الإعلام بين البلدين. وأجرت الصين وبابوا غينيا الجديدة محادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة في وقت سابق ختم فيها وزير الخارجية الصيني وانغ يي جولة مهمة في جزر المحيط الهادي. لقي شخصان مصرعهما جراء الأمطار الغزيرة المرتبطة بمرور الإعصار آغاث الذي ضرب العاصمة الكوبية هافانا ومقاطعات عدة. وذكر معهد الأرصاد الجوي الكوبي أن أمطارا قوية وغزيرة فضلا
عن عواصف رعدية أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا مع هطول أمطار متراكمة، موضحا أن الأمطار أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان في البلاد، فيما قدم نحو 2000 شخص منازلهم بحثا عن مأوى. أعلن مسؤول في الشرطة الهندية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في انفجار في مصنع كيماويات بمنطقة هابور في شمال الهند. وقال المتحدث باسم الشرطة أن الحادث وقع بعد انفجار مرجل في منشأة صناعية في دهولان التي تبعد نحو 60 كيلومتر عن العاصمة نيودلهي. والحوادث الصناعية متكررة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللائمة فيها على أشخاص لا يبالون بتطبيق معايير السلامة، وكذلك لنقص عمليات التفتيش من جانب مسؤولي الحكومة. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. توسيع مدرسة السلام في كرم. دعوة لرعاية الأشجار المغروسة في ماي دمنت. جهود لتطوير التعليم في كركبة. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات نادرة بمشاركة حاملة الطائرات. الصين وتيمور الشرقية توقعان اتفاقات للتعاون الاقتصادي. انهيار 60 مبنى جراء الأمطار الخطيرة في كوبا. دمتم في أمان الله وحفظه.